اهلا بكم حبايب قلبي في قناتي. طبعا من كيلو دقيق عملنا عظمة. من كيلو دقيق واحد بس عملنا الكمية الرهيبة دي، كلها من المعجنات الخطيرة الطرية والهشة، وتستاهل بقكم. بما ان المدارس خلاص على الابواب وكلنا بندور بقى على افكار للفطار وطبعا واللانش بوكس توفر معانا، وطبعا تكون نظيفة ومضمونة. احلى معجنات هتعمليها في دقايق. بصوا، والسر طبعا في التخمير بتاع العجين. بصوا طلع معايا عامل ازاي. حطي اللايك الجميل واشتركي في القناة، ويلا بينا نسمي الله ونقول عملنا ايه. دول كوبايتين لبن، انا طبعا غلياه وسايباه على الرخامة لغاية ما دفى كده. ما نحطش الخميرة واللبن بيغلي، لان كده بتموت الخميرة. تمام، فحطيت كيس خميرة وحطيت كده كوبايتين لبن وكيس خميرة ومعلقتين دقيق ومعلقة سكر. دي خميرة العجين، وحبة خل صغيرين اهو. وهنقلب الكلام الجميل ده كده مع بعضه. الطريقة دي بتفرق كتير في تخمير العجين. يعني احنا الاول كنت انا عن نفسي كنت بروح حاطه الخميرة في حبة مية ومعلقة سكر وبحطها في جنب. لا، اعملي بس الخطوة دي وان شاء الله هتلاقي تخمير حلو قوي للعجين، والنتيجة طبعا بتطلع افضل بكتير من التخمير العادي. على فكرة المخابز بره وكل المعجنات ما بتتعملش الا بالطريقة دي، بطريقة التخمير ده. فده سر من اسرار التخمير للعجين. انا هنا عندي تلات ارباع كوباية زيت، وحط عليها معلقة سمنة. يعني هي كلها 3/4 كوباية. حابة تخليها زيت بس تمام، مفيش اي مشكلة حسب المتاح عندك. انا هنا جبت بيضاية، هفصل كده البياض عن الصفار وهاخد البياض بس. هاخد بياض بيضة واحدة اهو، وهحط الصفار كده اهو على جنب. صفار بيضاية طبعا للوش. وانا اخدت هنا بياض البيضة وحطيتها على 3/4 كوباية الزيت على السمنة، وحطيت كمان معلقتين سكر. فانت طبعا لو بتحبي الحاجة ايه يعني السكر شوية، هتحطي 3 معالق سكر. تمام، وحطيت رشة ملح. وطبعا هقلب كويس قوي. وعندي هنا كيلو دقيق هنخله كده مهما كان يعني جودته كده، انا بنخله كده علشان يبقى يدي تراوح حلوة للعجين وفي نفس الوقت يبقى خفيف. وكيس بيكنج باودر او محسن كيك او كيك شيف حسب الموجود عندك. انا حطيته كله اهو، وهقلب بقى طبعا كده المكونات دي كلها مع بعضها. ده ايه؟ ده كيلو دقيق مع 3/4 زيت على سمنة و3 معالق سكر ورشة ملح اهو كده. بقلبهم كده، وبعد كده بقى نجيب الخميرة بتاعتنا. بصوا ان شاء الله حجمها بيتضاعف وتلاقيها كده ايه، بصوا بالشكل ده عملت فوم كده. هنزل بيها بقى ايه كده في الدقيق بتاعنا اهو كده، واقلبهم بقى كده تقلبتين. وطبعا ما ينفعش الكلام ده. هنعمل ايه بقى؟ هنسمي الله كده وبايدينا ونعجنها حلوة قوي اهو. بصوا، وطبعا لو احتجت ميه انا حطيت حبة ميه دافيين اهو عشان لو احتجت بس وانا بلم العجين. طبعا بقى بتعجنيها حلوة قوي كده لغاية ما تبقى عجينة لينة خالص في ايديكي. وبعد كده بجيب طبق تاني اهو وهحط فيه العجين واسيبها بقى تخمر براحتها. هي مش هتاخد يعني، احنا الجو حر عامة، مش هتاخد ايه ربع ساعة هتلاقيها حجمها اتضاعف وخمرت معاكي بسرعة كده اهو. هغطيها كده واسيبها بس على رخامة المطبخ شوية. انا هشتغل عليه. وعندي ورق زبدة كده حطيته كده في الارضية بتاعته. لو انت عندك صواني اللي هي الالمونيا العادية اللي هتشتغلي فيها برضو مفيش اي مشكلة، بتبقى تخينة شوية عن الصاج، فممكن ما تحطلهاش ورق الزبدة كده اهو. بصوا العجين ما شاء الله عملت ازاي. طبعا ايه، هلمها كده ومنها تطلع الهواء اللي فيها اهو، تبقى معانا بالشكل ده. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنجيب كده نقرصها بقى ايه كور صغننه كده اهو. بصوا تبقى في حجم البضايه كده اهو. بصوا كده هتسهل علينا، ومش ايه مش هنضيع وقت يعني. كده اسرع حاجه ان انت تقرصيها تبقى قد بعض،
وتشتغل على طول بقى تفردي اهو. بصوا هعمل الكمية كلها وارجع لكم. بقى معانا كده بالشكل ده. هحطهم بقى ايه في الصاج كده عقبال ما نخلص الصاج التاني، نكون ايه يكون ده كمان ارتاحت كده معانا. هنحطها كده في جنب. طبعا انا نقلت على الترابيزة علشان ابقى براحتي واعرف افرد بالنشابة. انا جبتها، انا بفردها كده من غير زيت ومن غير دقيق ومن غير اي حاجة خالص. بدي واحدة بس كده اهو، اهي تبقى مستطيلة كده اهي كده. حابه انت تكبري تمام، حابه تصغري كمان عن الحجم اللي انا عاملاه ده، هتقسمي الكرة دي لاتنين. انا هنا بتك على الطرف كده عشان لما اجي الفها رول كده ما تجيش معايا اهي. انا ثبتها هنا كده وبجيب بقى قطاعه. دي عندك قطعه البيتزا هتمشي، انا عندي القطعه الصغيره دي مشنشره كده بس هتنفع يعني. حبيت اجربها المره دي. عندك قطعه البيتزا العاديه خالص تمام، مفيش اي مشكله وهتبقى حلوه كمان يعني، هتقطع كمان من اول مره. انا هنا بعيد عليها علشان تعمل لي الفراغ ده. بصوا بقى مش هنضغط قوي يعني، هنعمل على الفاضي كده. بصوا نعملها على المرتاح تطلع معانا الشكل الجميل ده، سهل وبسيط ومفيهوش اي حاجه خالص. هنحطه كده في الصاج وهنعمل واحده كمان. لو وصلت معايا لغايه هنا بقى تنسنيش كده باللايك الجميل وتقولي لي ايه رايك في التعليقات والاشتراك في القناه فضلا وليس امر. كده اهي كل ما العجينه بترتاح معاكي بصوا من اول مره بتتفرد معاكي وتبقى ما شاء الله جميله قوي كده اهو. حابه تعمليهم بقى وانت قاعده كده، حابه تعمليهم وانت واقفه على الرخامه زي ما انا بعمل كده او على الترابيزه كده، مفيش اي مشكله كده اهو. حابه بقى تحشي جبنه، حابه تحشي شوكولاته، ماشي مفيش اي مشاكل، سهله وبسيطه مش هتاخد منك وقت خالص والشكل بتاعها حكايه. طبعا هينفع معانا بقى لسندوتشات المدرسة كده، ممكن تتحط في اللانش بوكس. ممكن تعمليها وتفتحيه كده بالمقص زي الساندوتش وتحشيه. هتحط لهم بقى شوكولاتة، هتحط لهم جبن زي ما انت حابة. بصوا انا بعملها كده، بحاول اسويها بس عشان يبقى كله قد بعض وبالقطاعة اهو من الطرف اللي انا ثبته اهو كده اهو. بصوا الشكل عامل ازاي، ولسه كمان لما تخمر بقى في الصاج كده وتدخل الفرن تبقى حكاية. وده الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي. هسيبه طبعا الصاج ده يخمر كده اكون انا عملت التاني اهو. العجينة بقى كل ما بتفضل كل ما بتبقى اريح وبتتفرد على طول كده اهو. حابه انت تعملي اي شكل تاني تمام. انا عندي هنا بقى الشوكولاته اللي كنا عملناها مع بعض، اللي هي الشوكولاته اللي هي بديل النوتيلا ده، او انت حابه عندك نوتيلا عندك اي شوكولاته تانية هتعمليها. انا عامه مش هكتر علشان اول ما تدخل الفرن ما تسحش وتطلع من الجناب. انا هعملها كده. حابه انت بقى تحطي قطع شوكولاته تمام، يعني ممكن بدل ما تعملي زي كده تحطي قطعة شوكولاتة كده في النص وبرضو تلف الرول. بس انا عاملاها اهي، بتدي طعم وبتدي شكل حلو قوي. بصوا كده بالراحة عشان الشوكولاتة طبعا بتطلع اهي. هيبقى معانا بالشكل الجميل ده. هنعمل واحدة كمان، نفرد العجينة. اللي انا عاملاه ده بيبقى بحجم البتاهاية الكبيرة، فانت ممكن تقسمي الكرة اللي احنا عملناها دي على 2 لو انت عاوزاها تبقى قد البتاهاية الصغننة اهو. بصوا كده
ممكن بقى اقطعها الاول اهي، تبقى اسهل ان انا احط الشوكولاته الاول. قطعيها كده الاول كده، وبعد كده ادهن بقى شوكولاته اهي. بصوا انا ما بكترش علشان بصوا عشان اعرف الفها. حابه تحط قطعه، بس انا حبيت اوريك ان انا الشوكولاته اللي هي قابله للدهن دي او اللي احنا عملناها مع بعض ان هي بتنفع في كل حاجه. ومره تانية هعملها لكم برضو في تورتايه صغيره كده واوريكم ان هي كل حاجه تمشي فيها، يعني كل حاجه ممكن نعملها بيها. سندوتشات ماشي، تزيين شوكولاتات ماشي، تزيين تورت ماشي، معجنات ماشي. طبعا اللي ما شافش فيديو الشوكولاته موجود على القناه اهو. بقطعها بقى كده اهو. بعد كده بجيب الشوكولاته كده. انا قلتلك الفكره وانتي بقى عليكي الاحسن، وممكن تطلعي كمان افكار احسن من كده واشكال احسن من كده. ممكن تعمليها زي المنجقونه كده تدوريها، ممكن تعمليها زي الباتيه اهو. بصوا كده. وبرضو هنكمل الصاج بتاعنا وارجع لكم بقى معانا بالشكل الجميل ده اهو. اول صاج بقى عشان بصوا ما شاء الله التخمير فيه بان اهو، ولسه كمان لما يعلى كمان شويه. وده اهو بصوا. انا كده بكون مشغله الفرن على 170 حرارة، يعني درجه الحراره على 170 180، وسايباه يسخن شويه عقبال ما نخلص كده اهو. وهدهن طبعا الوش بتاعه بقى اللي هيدينا اللون الجميل. وهقول لكم انا عملت ايه علشان يدينا اللون الجميل ده كده اهو. العجين هنا خمر وبقى حلو قوي. انا سبته زي ما انا قلت لكم حوالي 10 دقايق او ربع ساعه بعد ما خلصت. هنا كده ده صفار البيضه اللي احنا كنا سيبناه، احنا اخدنا البياض بس. هنزل بحبه زيت بقى كمان اهو كده، واضربهم بقى كويس كده. وهحط ايه بقى عشان يدينا اللون الجميل كده ويضيع طبعا زفارة البيض ده ويدي طعم حلو قوي للوش. معلقه شوكولاته من اللي احنا كنا بنحطها في الحشو، او ممكن تستبدليها بحبه قهوه اهو. بصوا هيدينا الشكل ده كده. عاوزه تحطي كمان حبه شوكولاته تمام. هجيب بقى اول صاج احنا عملناه، وهقولك برضو تخلي بالك وانت بتدهني الوش بالراحه كده، لان العجين بيبقى خمر، فانت لو ضغطت عليه هتضيعي الخمر بتاعه. فانت كده بالراحه خالص بالفرشه هتدهني كده بقى بالراحه اهو. طبعا ما شاء الله هي كده خمرت حلو قوي اهو. طبعا مشغلين برضو الفرن يسخن على 170 180. واكمل بقى كده كله الصاجين بتوعي كده الوش كده بالراحة خالص لغاية ما اعمل كله اهو. واحدة واحدة كده وبالراحة بالفرشة، سهلة مش صعبة خالص. واحدة واحدة بس عشان اهم حاجة التخمير بتاعه ده ما يروحش او يهبط تاني. بصوا والشوكولاتة مدياله شكل حلو قوي مع الزيت كده اهو كده. بصوا انا بقرب علشان اوريكم الشكل عامل ازاي، ولسه لما بيدخل الفرن بيبقى كمان شكله حلو قوي. طبعا الاولاد بتحب قوي الحاجات دي كده. نعمل دي كمان لسه واحدة كمان اهي، نعملها كده واكمل طبعا الباقي نفس النظام كده. هنجيب بقى الصاج اللي هو بتاع الشوكولاتة
اهو الصاج ده ممكن بعد كمان التسوية ممكن نفتحه بالمقص كده من الجنب ونحشي شوكولاتة اهو. بصوا ما شاء الله بعد ما الدهن كله كده ادخلهم بقى الفرن اهو ما شاء الله كمان علو. بصوا بقى حجمها عامل ازاي، عشان كده بقولك ممكن تخليها نص الحجم ده بالظبط. الكرة اللي احنا عملناها ممكن تقسميها على 2 لو انتي مستكبرة الحجم ده او عاوزة تعمله النص بالظبط. ده احنا كده هنحطه اهو في الفرن، وبعد كده 5 دقايق وبروح جاية فاتحة الشواية عليه لغاية ما ياخد اللون الجميل ده. انا كنت مشغلة الفرن اول ما يسخن على درجة حرارة 170 180، وبعد كده بدخله الفرن 5 دقايق، وبعد كده بلاقيه استوى من تحت كده بشغل عليه الشواية لغاية ما ياخد اللون الجميل ده وبطلعه. بصوا ما شاء الله لونه روعة وهش جدا وطري جدا. وعشان كمان بقى اللمعة بتاعته دي بتجيبي بقى بتجيبي ربع كوباية مية، حابة تحطي فيها رشة سكر كده او ربع كوباية سكر تمام. مش عاوزة تحطي فيها حاجة هتعملي زي ما انا عملت كده، انا ما حطيتش فيها اي حاجة خالص. جبت حبة مية بالفرشة بصوا ودهنت الوش كده طراوة بقى وطري جدا وهش قوي. وممكن تستعمليه كأن زي الساندوتش كده تفتحيه بالمقص وتحشيه بقى من جوه شوكولاتة، عاوزة تحطي جبن في اللي هو السادة تمام مفيش اي مشكلة. اتمنى يعجبكم. بصوا طري جدا الاولاد هتحبه قوي، هينفع معانا في المدارس قوي. طبعا برضو يتحط لاطفالنا كده في اللانش بوكس هيبقى جميل قوي. وزي ما انا قلت لكم حابه تحشيه حابه تاكليه كده مع الشاي تمام مفيش اي مشكله، هش وخفيف. بس ولا احلى بصراحه، مخدش مننا وقت خالص، انا عملتهم وانا واقفه كده. طبعا زي ما انا قلت لكم هينفع معانا فطار في عشاء في لانش بوكس للاولاد ايام المدارس بقى زي ما تحبي. سهل وبسيط وما خدش مننا وقت خالص. اتمنى الاشتراك في القناة فضلا وليس امر، واللايك طبعا الجميل، وتقولي لي ايه رأيك في التعليقات واستنوني بقى الفيديو الجاي. سلام.